السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. لو انت اول مره تشوفي قناتي، انا مجنى، ودي قناتي يوميات ومجنى. بقدم روتينات تشجيعيه. لو عجبك الفيديو حطي لي لايك واشتركي في القناه لو مش مشتركه، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. الروتين النهارده مختلف كده، بعيد عن الكركبه اللي كانت حاصله في المطبخ الاسبوعين اللي فاتوا، لان احنا كنا اللي ما بيعرفش، اللي مش متابع قناتي ومش معارف، احنا كنا بنعمل الفتره اللي فاتت مطبخ المونتال، فكان مكركب لي الشقه كلها، صنايعيه داخلين وخارجين، وفي حاجات كتير كانت بتفوتني وحاجات ما كنتش فاضيه اعملها. كنت بهمل في حاجات غصب عني، فزي ما شفتوا منظر الأوضة وصل للشكل ده. جبل هدوم، جبل الحلال. هدوم مغسولة عايزة تطبق، وفي على الحبل غسيل عايز يتلم، وفي غسيل على الأرض عايز يتغسل، وفي طبعا غسيل في الغسالة بيتعصر علشان يتنشر. فحياتنا كلها ضايعة في الغسيل. عايزة أقول لكم احنا من بين الغسيل والنشير واللم والتطبيق، والله العظيم حياتنا ضايعة فعلا. هنا ده غسيل عايز يتغسل، والحافظة دي بقى هنفرشها في المطبخ لأنها مغسولة. غسلتها طبعا، شفتوا الفيديو اللي فات كان واقع عليها زهرة واحنا بنرص الحاجات اللي كانت في المطبخ. كان في كيس زهرة فرقع عليها، فقلت اغسلها. الغسيل اللي في السبت ده بقى كده هيتغسل، قلت اقلع الشراب بتاعي بالمرة واخده معاه. هناخد بقى الحافظة كده كمان ونروح نغسل، ننشرها، نفرشها مع بعض في المطبخ. وهنعمل بقى ايه النهارده؟ انا حسيت البطانيه بتاعتي بقى لها فتره كده مش نظيفه، كنت كسلانه عن غسيلها، علشان بصراحه كسلانه قوي ان انا اطلع بطانيه من الدولاب، بس قلت لما بديهاش بقى نحطها كده في شويه ميه ننقعها ونغسلها ونطلع بطانيه تانية بدلها. هنا كده فرشت المشايه اللي على باب الاوضه اللي عند المطبخ. وحطيت بقى الحافظة كمان بتاعة المطبخ علشان نكمل نظافة المطبخ، لان انا كنت رصيت معاكم ونضفت وغسلت المواعين وكل حاجة، وشلت الحافظة دي علشان نغسلها. الحمد لله غسلتها ونشفت. هنفرشها بقى مكانها، وهتشوفوا شكل المطبخ ما شاء الله نضيف برضو وحلو وجاهز لاستقبال اي صنايعي يدخل يخلص الرخام بقى والحاجات اللي فيه. لو انت مش متابعه قناتي، المطبخ الالمنتال اللي معمول في المطبخ ده لسه جديد، لسه عاملاه الاسبوع ده. والرخام برضو، الرخامه اللي في الزاويه دي اتحطت بس لسه ما اتصنفرتش، ايوه اللي جنب البوتاجاز دي، والرخامه اللي الناحيه التانية لسه هتركب. هنا بقى كنت غاسله معاكم التربو برضو ده في فيديو، فهنشيله من مكانه. هنا بقى الغساله شغاله بتعصر. تشطفوا بتعصر دور غسيل جاي من الغساله النص اوتوماتيك اللي بره، غسلته فيها عشان ينضف كويس، وفي نفس الوقت بستعمل ديت للشطف والعصر عشان بجد ما بقتش قادره على الاريال بتاعها، فغسلت شغلت الغساله اللي هي النص اوتوماتيك. بس المفاجأة بقى ان هي في الفيديو ده للأسف ما بتشتغلش، معرفش عطلت ليه، في حاجة تقريبا خلت المروحة قفشت. هنا بقى قلت اشيل التربو بقى من مكانه واتصفى براحته. اشيله بقى عشان اطلعه واشوف احط فيه بقى خزين وحاجتي في المدخل، لان انا المطبخ الجديد معمول فيه تربو جديد، فهنستعمل ده برضو علشان ما ينفعش ان احنا نرميه، لانه جاي بفلوس برضو ونضيفه جديد وحلو. فنستغله عشان ما نرميهوش. تمام. بعد ما هاخد بقى التربو ده كده هملى ميه في البانيو. انا بشيله عشان املى ميه في البانيو عشان اغسل البطانيه، لان لو ما شلتهاش دلوقتي هكسل عن ان انا اشيلها، فلازم تتبلى عشان ابقى قدام الامر الواقع يعني واغسلها، خاصه ان انا احس ان انا خلاص دبست نفسي في غسيلها يعني. غسيلها ما بياخدش مني حاجه، انا بنقعها شويه حلوين كده في شويه خلطات كده وميه واريال وبتاع ميه سخنه، وبسيبها تتنقع براحتها شويه كده، واديها مرشتين كده مره واتنين، واشطفها بقى مرتين تلاته كده، واشيلها اصفيها على حرف البانيو كده من فوق على الحته اللي هي اخرها سيراميكا دي او على التواليت. اسيبها تتصفى بعد ما تتشطف كويس كده شطفه، وبعد كده بنشرها، ما بتاخدش معايا وقت خالص، وهي اصلا خفيفه مش تقيله. بس المشكله هي هتاخد وقت في على ما هي تنشف يعني، لان احنا في الشتاء بقى هتاخد لها بتاع 3 4 5 ايام كده، فمش مشكله هنطلع واحده تانية بدلها. الحمد لله عندنا كميه بطاطين حلوه برضو يعني. الحاجه في البيت بتنفع ازاي. هنملى بقى الميه. هنا لاحظت ان ميه البانيو صفرا عشان ميه السخنه ما اشتغلش بقى فتره، فروحت جايه مفضيه الميه تاني وماليه ميه نظيفه، حطيت فيها بقى اوكسي، واحط بقى البتاع ده. انا كنت جايباه بغسل بيه السجاد، شاور سجاد، بس حسيت هو هينضف معايا وهيظبط مع الميه السخنه يعني، ينضف البطانيه، فقلت احطه. على بقى ما رحت جبت البطانيه من البانيو من الاوضه، كان البانيو اتملى، حطيتها في قلبه كده ونقعتها وسبتها بقى لما اخلص شغلي واخلص حالي وافضلها. البطانيه دي وهي نظيفه بيبقى لها شكل تاني خالص غير ده. بنضفها بتلمع كده، بتبرق الالوان الفاتحه اللي فيها دي بتفتح اكتر، ما يبانش فيها بقى بقع ولا يبان فيها حاجه، بتبقى نظيفه وحلوه، بما ان هي بقى غامقه. الحته الغامقه مش باينه فيها ان هي متوسخه، لكن الحته الفاتحه اللي فيها برضو لما بتتوسخ بتبان.
ابتدي كده ان انا الاريال بقى لما حطيته قبل ما البانيو يتملي، الميه اللي بقت تنزل عليه في البانيو بقت تعمل رغاوي كده وبتاع، فحسيت بقى البانيو كده وميه سخنه كده وحاجات جميله تظبط الدنيا كده وتخلي البطانيه حلوه. نسيبها بقى كده برضو، حسيت هي عايزه شويه ميه فسبتها برضو، خدت كمان شويه ميه كده عشان تبقى غطسانه في الميه براحتها. واسيبها بقى كده خلاص، خلصت منها كمان على السرير ومن تطبيقها. ويعني نبتدي بقى ان احنا هنشيل مفارش السرير كمان علشان تتغسل. هامله ميه، ماليه ميه في الغساله وحاطه لها اريال وكل حاجه. وقلت بقى اخد مفارش السرير في الاول عشان بيضه، وابتدي بعد كده ابقى اغسل الغسيل. بس للاسف الغساله ما اشتغلتش معايا، فسبتها بقى لما جوزي يجي يبص عليها ويشوفها مالها تمام. بقيت اشوف بقى المفرش المخده اللي متوسخ، كيس المخده يعني المتوسخ اخده، والنضيف بسيبه تمام. اللي متوسخ معايا اللي يعني ايه اللي بننام عليه، يعني المخده الكبيره اللي بننام عليها الحمراء مع المفرش الاحمر بتاعها. الحاجات اللي هي متوسخه بقيت ايه ابتديت ان انا اشيل. يعني هي الوش التاني نضيف، كان ممكن ان انا اقلبها عليه يعني، بس قلت لا ما بدهاش بقى تتغسل مع المفرش، عشان لما اجي المفرش الاقي الكيس بتاعه نضيف، ما يكونش لسه مفروش وكده تمام. بصوا البقع بقى اللي في المفرش كمان ابيض، مش مستحمل الابيض، ما بيستحملش. لما بحط عليه دفايه بتحميه. المره دي ما كنتش حاطه دفايه، فالفرق كمان بين الحته اللي فيها المخده وبقيه المفرش، الحته اللي فيها المخده بيضه وفاتحه كده، والباقي الابيض بتاعه متوسخ. فقلت بقى لا نشيله كده، نديله غسله كده ونحط مفرش تاني حلو كده فاتح كده يظبط الاوضه ويدي شكل حلو، والواحد يحس كده بالنظافه. طبعا كل فتره كده بروح جايه مدخله السرير وجايبه تحته كده ومنضفاه. وفي الايام العاديه بخير المفارش واقوم مديها تلميعه كده لوش السرير وظهره كده واخليه زي الفل. هو الدولاب بقى والخشب اللي في الاوضه، التسريحه، الشباك، الحاجات دي زي ما هنعمل النهارده. زي ما عودتكم في كل مكان بندخله بنجيبه كله من الاول للاخر، اي قطعه خشب فيه بنلمعها، واي مفارش محتاجه تتغير بتتغير. في كركبه في المكان، حاجه مش موجوده يعني حاجه موجوده في الاوضه او في المكان اللي احنا بنروقه ومش بتاعه المكان، بنشيلها نبص نلاقي المكان كله هدي وبقى زي الفل. طبعا الاوضه واحنا داخلينها كانت حاجه واحنا طالعين منها تبقى حاجه تانية خالص تمام. هنا كده خلاص كنت فرشت السرير. انا برفع المرتبه سنه كده عشان ايه، ما اقعدش احشر في المرتبه في المفرش جنب المرتبه كده وفي السرير وايدي تتعور، لا بشيلها خالص كده واظبطها، وبعد كده ارجع السرير تاني، المرتبه تاني مكانها في السرير. حسيت المخده اللي هناك دي انا اصلا مش بنستعملها، هي بس حطاها عشان الحيطه ما تجيبش سقعه على اللي نايم جنب الحيطه، وعشان كمان انا حاطاه زاويه خشب هناك في الجنب هين عشان ما يبقاش في فرق بين السرير والارض. حته فاضيه يعني او فارغه، فحاطه فيها خشبه كده برجول وحاطه عليها المخده دي، وبتدي وسع برضو وسع في السرير برضو. بحيث ان السرير كله ينفع يتنام عليه لحد اخر حته فيه. لو مثلا جودي نايمه جنبي او حاجه برضو ما تبقاش سقعانه، يبقى المخده كده حايشه عنها السقعه اللي جايه من الحيطه تمام. هنا كده غيرت المفرش دون وسبت بقى المخده الصغيره دي هغسل المفرش بتاعها. خلصت كده السرير الحمد لله. هنا قلت بقى لا الناحيه دي هي ناحيه المخده، فاقلبها الناحيه التانيه عشان الناحيه التانيه انضف، واسيبها بقى لما بتتوسخ وبروح جايه مغيراها. وقلت بقى اطلع احط الغسيل في الغساله. هنا كنت مليها ميه نظيفه وكل حاجه وحاطه فيها الاريال كله، بس قلت بقى على ما الم الغسيل تكون الغساله اتملت. بس للاسف ما رضيش تشتغل معايا، حاولت ان انا احرك المروحه بتاعتها بايدي كده. لقيتها برضو مش راضيه تتحرك ولا تشتغل. الظاهر في حاجه يعني قفشت في المروحه دي خلت المروحه ما تتحركش، ممكن تكون حاجه سقطت من هدوم او من حاجه في قلبها. فهنبقى نشوفها برضو. بس انا زعلت جدا لان بصراحه هي بتاخد معايا كميه غسيل حلوه وبتنجز شويه عن الغساله الاوتوماتيك. انا حاطها في المدخل وحاطه فوقها حنفيه وتحتها في بلاعه، ورا البرميل الازرق ده في بلاعه. ان شاء الله هنعمل روتين حلو كده في المدخل ده ونظبطه كده، ننضفه مع بعض. بصوا انا المدخل ده مستغلاه يعني حته كده قدام الشقه وتحت السلم، انا واقفه موطيه لان دي السلم اللي فوقي على طول. حاطه فيها الغساله، حاطه فيها فرن الاحمر ده فرن الغاز اللي بخبز فيه. البراميل دي براميل قمح ودقيق وكده. والشكاير دي شنطة السوق برضو حطاها بره، بستعملها بس مرة في الأسبوع للسوق، وحطاها بره بعيد عن الشقة عشان ما كركبهاش. يعني حاطة فيها الحاجات كده اللي هو ايه مستعملهاش. بحط تحت السلم برضو خزين البطاطس، البصل، الحاجات الزيادة عن التربو. فقلت اطلع التربو اللي شفتوه في أول فيديو ده في المدخل برضو ألم فيه الحاجة بحيث ان هي ما تبقاش على الأرض، ويبقى كل حاجة لوحدها. ما احطش مثلا البطاطس جنب البصل عشان بيبوظوا بعضهم. وفي بطاطا برضو حمراء نحطها برضو في ظرفة من درج من أدراج التربو، فنبقى استغليناه وفي نفس الوقت خلينا الشكل كمان في المدخل حلو. ونشيل بقى كل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها من المكان عشان ده واجهة الشقة كده والمدخل كده يبقى ايه الدنيا حلوة.
مشغله الشاشه جنبي على فيديو من فيديوهاتي، بصراحه بحس انه بيشجعني. وكمان بتابع بقى، بقعد اشوف كده كنت بقول ايه الحاجه اللي انا بقولها، بطلع في الفيديو بطلع ايه، الناس بتطلع من الفيديو كده مستفاده ولا لا، في حاجه محتاجه تتعدل من الفيديو. يعني انا شغاله اهو الفيديو بقى بيجيب فيديوهات ورا بعضها كده. بما اني كنت بحث عن قناتي يعني يوميات ام جنى، فكان الفيديو اللي بعده برضه يوميات ام جنى، بس مش انا، ام جنى التانيه. فعشان برضه ايه ما حدش يقعد يعلق يقول كاني ماني الكلام ده. انا بعد كده ما هجيب بقى انا بمزاجي، بجيب بروتينات بقى اللي هي بجيب بروتينات بس بتاع الاجانب، يعني بجيبها بتشجعني بصراحه، بالذات الاجانب. يعني في واحده متابعاها بتجيب جزء كبير من الفيديو بتاعها في تطبيق الهدوم، فجبته بصراحه ساعه ما جيت اطبق الهدوم، اللي هو من باب ان هي تشجعني وانا بطبق الهدوم علشان ما ازهقش. بصراحه يعني الواحد على قد ما بتبقى الحاجه مزهقاه، بس سبحان الله بيتفرج عليها. يعني مثلا غسيل المواعين بيزهق، تطبيق الغسيل بيزهق، الكلام ده، بس سبحان الله وانت بتتفرجي وانت مبسوطه، يعني فاهمه. فبيشجع برضو، الحاجات دي بتشجع جدا. والاجانب برضو بيبقوا حاطين كده موسيقى حماسيه وبيتكلموا كده، فبرضو ايه بيدي تشجيع حلوه كده. انت برضو كمان شغال الفيديو بتاعي جنبك كده وانت بتشتغلي، هيشجعك جميل جدا. واعملي مشروب حلو كده جنبك وابدأي في شغلانتك. حطي حاجة وشغلي حاجة جنبك تسليكي يعني، وابدأي ان تشتغلي كده في الشغلانة بتاعتك، مسافة ما تبتدي مسافة ما انت ما هتخلصي. هنا بقى ابتديت كده ان انا لمع الشباك، اديته تلميعه كده حلوه. وبعد ما خلصته دخلت على التكييف كده اللي هو راكب جنب الشباك ده، برضو قلت ايه وانا فوق بالمره كده امسحه مسحه حلوه، انا حسيت عليه تراب يعني، فقلت اديله تلميعه كده، مسحت الريش بتاعته كده ومسحته من فوق ومن تحت. والشباك برضو جبت الازاز والسلك وكل حاجه، اديته تلميعه حلوه. الشباك ده يعني ايدي عليه على طول عشان بطلع عليه وانشر، يعني المنشر كده على الشباك لو لاحظتوا انا نشره برضو غسيل. فاللي هو ايدي دايما على الاكره دي، وطبعا الشباك ابيض وبيتلحوس يعني، فقلت برضو تبقى ايدي عليه الحاجه كده اول باول كده ننضفها ونظبط الدنيا. طلعت بقى كده على التكييف، حسيت ان انا مش هطول الحته اللي فوق، الحته اللي فوق دي برضو لسه بنظبطها كده. عايزه اقول لكم الميه دي فضلت معايا لحد ما خلصت كده، جبت بقى وش السرير، جبت التسريحه، الشباك، الباب، الطقطقه اللي جنب السرير، المكتب اللي انا واقفه عليه. خلصت خالص ورحت جايه بقى راح اركن الميه والفوطه، وابتديت بقى ان انا اكنس الارض وامسحها كده. بس ما سبتش حاجه الا لما لمعتها، لازم الواحد تبقى ايده في الحاجه اول باول. بصراحه كان في حاجه عايزه اعملها بس ما عملتهاش في اليوم ده، لان بجد كنت تعبانه جدا. كنت محتاجه ان انا اخلص بسرعه لان ورايا كذا حاجه. وكمان عشان الفيديو ما يطولش كنت عايزه امسح الحيطه اللي فوق السرير على طول، لان الولاد يعني اللي هي ورا المروحه دي، من بدايه الفيشه كده اللي جنب المروحه دي السرير بقى لحد الاخر. الولاد ساعات بيرفعوا رجليهم عليها، بيبقوا واقفين وايدهم بتلمس الحيطه الكلام ده، فالحيطه دي عندي بتتبهدل شويه عن بقيه الحيطان. فكان نفسي امسحها في الوقت ده، بس بصراحه كنت تعبانه جدا فقلت خليها في وقت تاني. هي دي كانت الحاجه الوحيده اللي فاضله في الاوضه علشان تكون الاوضه بيرفكت يعني. ابتديت ان انا كده مسحت المرايه اديتها تلميعه، ومسحت التسريحه والادراج اللي عند التسريحه، واللي برضو لقيت ان المروحه دي يعني مطربه كده عايزه تتنضف. هي اي نعم ما بنشغلش مروحه اليومين دول، بس انا بجد اللي هو ايه يعني مش لاقيه لها مكان، مش عارفه احطها فين، ومش عايزه ارميها فوق الدولاب برضو عشان ما تبقاش بعيده عليا. فاللي هو يعني قلت خلاص خليها محطوطه مكانها هنا، يمكن يكون ليها عوزه يعني. تمام. ابتديت بقى كده ان اخلص كل الخشب اول باول، عشان لما اكنس يا دوبك ادخل على المسح على طول تكون انا لمعت كل الخشب اللي انا محتاجاه يتلمع. جبت برضو وش السرير وانا فوق كده، جبت رف الجبس اللي فوق السرير. الحاجات دي مسافة بس يا دوب تمسحها عنها تراب بتكون لمعت، لان هي بصوا الحاجة جديدة وانا محافظة عليها، لا متخربشة ولا متبهدلة ولا متجرحة ولا فيها حاجة. فمسافة بس انت كده خلاص، بس ما تمسحي وتلمعي وتروحي فرشة فرش جديد الدنيا بتبقى زي الفل. انا طبعا عاملة حيطان لونها فاتح، فاللي هو دايما ايدي فيها علشان خاطر بيبان فيها اللحوسة اول باول. كانش عندي بس متبهدل الا الحيطة اللي هي عند السرير. كان نفسي اجيبها لان هي باينة جدا، بقيت الحاجات التانية ايدي فيها على طول، وبما ان انا ايدي فيها على طول فانا متعوده اهو زي ما انتم شايفين كده. كوبس الكهرباء، الحيطان اللي حواليه، عشان الايد دايما بتبقى على الحته دي يعني. بصوا دي الكوبس اللي جنب الباب على طول، وده باب الحمام اللي في الاوضه بحمام. فاللي هو برضو ما بسيبش حاجه الا لما بعملها. طبعا عملت برضو الحمام ونضفته، بس ما جبتوش معاكم عشان الفيديو ما يطولش لانه هياخد وقت كانه فيديو لوحده. فاللي هو نضفت الدنيا برضو، جبت بصوا الاكره، يعني الباب كله بيتمسح في ثانيه، الحته اللي عند الاكره دي بتبقى محتاجه دعك شويه. آم،
علشان خاطر الايد عليها واحنا داخلين واحنا طالعين وكده. بصوا الدنيا بتلمع كده والدنيا نظيفه. ده ظهر السرير. الحتت دي اللي تحتها على طول، يعني حته اخر حته هجيبها هي دي اللي بيبقى فيها تراب كتير قوي. بصوا اللي هي انا هجيبها دلوقتي، ايوه دي الحته دي والحته التانية، يعني داخله لجوه كده في السرير والتراب بيجي عليها. اللي على الوش بتتنفض وانا بنفض السرير، لكن الحته دي غطسه لجوه شويه، فلازم ان انا ايه المعها هي مخصوص كده، مش ان انا وانا بنفض في بتيجي، لا لازم مخصوص. بصوا هنا كده الميه كانت اتبهدلت، بس دي خلاص اخر حاجه انا بعملها. طبعا وانا بجيب الباب من ظهره، جبت الباب من وشه وجبت ظهر الدولاب برده كده، ظبطت الدنيا. وقلت بقى اجيب الطقطوقه ديت انا حطاها جنب السرير، لان مش عارفه احط كوميدينو عشان باب الحمام ده عشان ما يقفليش السكه. لان انا كنت عامله التصميم يتحط السرير يتحط في حته تانية خالص، فغيرت مكانه عشان يكون في وش الشاشه. فاللي هو قلت استغل ان هي حاجه بس احط عليها كوبايه ميه، الرمود، العلاج، الكلام ده الحاجات اللي احنا بنحتاجها ضروري، يعني السبحه، اي حاجه اللي هو كل يوم تبقى معايا يعني. تمام. اديتها برضو تلميعه كده، وديت الحافظه اللي احنا غسلناها مع بعضينا حطيتها برضو جنبي عشان افرشها اول ما اخلص. وابتديت ان انا الم القياس ده اكبر شويه من الحجم المكان اللي موجود فيه، فكنت مدخلاه تحت السرير كده، بحيث كمان مش اي حد اللي رايح واللي جاي يحركه برجليه، لانه سهل في الحركه، بيتزحلق بسرعه على السيراميك. وكمان عشان ما يبقاش الزياده، حته الزياده دي تبقى طالعه ناحيه الدولاب كده ومضايقه الدولاب في الفتح، فكنت مدخلها تحت السرير. تمام. زي ما انتم شايفين الدنيا متبهدله والارض بايظه. ادي التنفيضه كمان للدواسه اللي جنب باب الحمام، هنحطها عشان كمان اي حد طالع رجله مبلوله كده من الحمام او متوضي او كده يمسح رجله فيها. تمام. هنبتدي بقى ان احنا نكنس كده، وبعدين نفضل الغسيل بقى ونفوق. انا ما رضيتش احركه من مكانه، عشان انا لو حركته على السرير السرير ما كانش نظيف، او حطيته على الارض برضو الارض ما كانتش نظيفه. فقلت انضف الارض واظبط الدنيا. هي كده كده المكان اللي هو فيه نظيف، يعني اللي هو ايه الغسيل نفسه نظيف مش لامم حاجه. فاللي هو يبقى اسمي ايه. خلاص خلصت المكان وقعدت بقى للتطبيق، لان انا لو كنت قعدت كنت هكسل عن اي حاجه تانية لو بدات بتطبيق الغسيل. فخليته للاخر بحيث ان الاوضه كلها تكون نظيفه تكون بقت كويسه. وفضيت بقى كده للغسيل، حتى اجيب حاجه كده اسمها على التلفزيون، اعمل كوبايه حاجه كده جنب اشربها. عايزه اقول لكم انا بعد ما قعدت خلاص اكتشفت ان انا ما عملتش حاجه اشربها، فكسلت ان انا اقوم. فتخيلوا بقى ان انا لو كنت بدات بتطبيق الغسيل ما كنتش عملت الاوضه في يومي. بصراحه الواحد بيأجل شغلات كده بتبقى بيكسل عنها، وبيبقى زي مثلا تطبيق الغسيل كده، والواحد بيجي عليه وقت يقول خلاص ما دام اتغسل واتنشر واتشال مش مهم ابقى اطبق بعدين. الواحد بيكسل بقى وبيبقى عنده حاجات تانية اهم، او شايف ان هو كده الموضوع مش يعني ايه، ما دام مش هيضر حد خلاص، فاهمين اللي هو مش هي. بس هو بيكركب، يعني زي ما تسيبي طبق ويعمل تل مواعين، برضو نفس النظام كده بتسيبي شوية هدوم على شوية هدوم بيكركب ويعمل الجبل زي ما انتم شايفين كده. والله عمل جبل اكبر من جبل الحلال. فاللي هو لازم اول باول كده الواحد يبقى ايده في الحاجه. بس احنا هنعمل ايه ولا ايه ولا ايه، احنا كل حاجه علينا. والشغل ما بيبقى فعلا ما بيخلصش، يعني شغل اليوم بيخلص لكن كل يوم هو نفس الشغل، فالواحد بيحس ان هو بيعمل الحاجه متكرره وكل يوم زي ما هي، وكل اللي بنبات فيه بنصبح فيه روتين بقى يومي. اخر ملل. بس اللي هو ايه مسافه ما بتبدأي الشغل فعلا بيخلص، لان انت بتخلصي اللي وراكي حاجه حاجه، المواعين، الهدوم، الاكل، البتاع، تطبيق، المذاكره للولاد، الكلام ده. على ما بيجي اليوم يخلص بتكوني خلصتي، ترجعي تبدأي تاني من الأول تاني يوم. فاللي هو فكرة ان الشغل ما بيخلصش قصده ان هو بيتكرر كل يوم. كل يوم عندك غسيل مواعين، كل يوم عندك عمايل اكل، وما دام بتعملي اكل بتوسخي المواعين، بتغسلي بتوسخي في هدوم الولاد، بيهرسوا هنا بيبوظوا هنا. فاللي هو ما فيش شغل، يعني خلاص بتعمليها وبتفضل معمولة. الا لو بقى انت مثلا دخلتي ترويق اوضه زي دي، تعملي بقى تجيبي الحيطان والشبابيك والبيبان والبتاع وكل ده، بيخليك انت مثلا تاني يوم او يعني تقعدي يومين ثلاثه كده، اللي هو بتروقي من على الوش، تنفضي السرير، بتلمي الارض على السريع، لو في هدمه مثلا تطبق ما فيش خلاص تحوشي شويه وتطبقيهم. اللي هو بيخليكي شويه كده لقدام بتعملي الحاجه على خفيف، ما بيبقاش بقى كوم غسيل زي ده مثلا، بيبقى الهدوم اللي هتتلم بس. بيبقى مثلا تنفضي السرير بس مش هتغيري المفرش. بتكنسي الارض، ما بتقعديش بقى تمسحي تاني وتمسحي الخشب وتمسحي الكلام ده. اي نعم بنتعب فيها شويه، بس بتظبط الدنيا معانا شويه. فده يعتبر مثلا كانه روتين اسبوعي كده. الايام العاديه مش كل يوم بتغير المفرش، مش كل يوم بتمسحي، مش كل يوم بتجيب الحيطان والشبابيك، فاهمين اللي هو ايه. هنا بقى كنت جبت القناه اللي انا بحب اسمعها على اليوتيوب اجانب، اللي هو فيها بقى بص تطبيق غسيل، فيها كل اللي نفسك فيه. الفيديو بيجي يقعد يجي ساعه ونص، الواحد ما بيملش ولا بيزهق لان هو بيشجع. فانا جبته جنبي بقى وفضلت كده هنا افرز في الغسيل واحطه
على الارض كل حاجه لوحدها بقى. يعني الطرح عامله لها شماعات كده في ضرفه لوحدها تتحط لوحدها، هدوم بنوته الكبيره لوحدها، وهدوم البنوته الصغيره لوحدها، وهدومي لوحدها، وهدوم جوزي على المكتب كده جنب ضرفه الدولاب بتاعته، بحيث ان انا اعملها له كده على السريع وانا واقفه. ابتديت بقى كده ان انا افرز الغسيل واحط الشرابات بقى كده كمان الحاجات الصغننه على التسريحه عشان احطها في دراج التسريحه. فاللي هو يعتبر نص تطبيق الغسيل ان انا افرزه. فما دام فرزته بيسهل عليا جدا الدنيا، لان خلاص عرفت كل واحد هدومه فين. بقعد كده واجيب الهدوم دي يعني كلها سطر لوحدها متطبقه، والفوط لوحدها، والمفارش ومش عارف ايه، وكل حاجه في طرفتها. فاللي هو ما بياخدش مني وقت خالص خالص، بيبقى كل واحد هدومه بتاخد مني مثلا 5 دقايق تطبيق. فالحوار كله ما بيدخلش في ربع ساعه تلت ساعه لو الغسيل كبير قوي كده، يعني لو كتير زي ما انا شايفه كده. لكن لو الغسيل انت هتشيليه من على الحبل بيتطبق في السبت في ساعتها، ما بياخدش 5 دقايق للغسيل كله، لان دوره الغساله ما بتاخدش كتير، والمنشر عندي برضو على شباك ما بياخدش كميه كبيره. فلو هو هطبق مش هياخد مني 5 دقايق، و5 دقايق كنسل الاوضه كده وتنفيضها، فالحوار كله مش هيعدي 10 دقايق. لكن بما انه بقى انا بقى لي فتره مخليه الغسيل زي ما انتم شايفين كده مش فاضيه. اللي مش متابع قناتي، انا بعمل مطبخ المنتال، عندي صنايعيه وكمان بشتغل بره البيت. فاللي هو يعني الوقت اللي انا بفضى فيه بلحق اعمل اي حاجه بسرعه، فاهمين اللي هو انضف مثلا بسرعه المطبخ عشان صنايعيه داخلين يعملوا رخام او داخلين يعملوا وحدات الالمونتال، الحق ارص حاجتي في المطبخ، اعمل مش عارف ايه، اشيل الكركبه اللي كنت مكركباها في الاوض بسبب المطبخ، انضف الحمام يبقى جاهز لاستقبال الضيوف هو والصاله، احاول اظبط الدنيا في المدخل عشان ده شكل البيت من بره. يعني عايزه اقول لكم الواحد على ما بيعمل حاجه ولا اتنين من دول في اليوم بيكون هلك مع عمايل الاكل ومع الشغل بره البيت. طبعا في مذاكره للاولاد عشان احنا في ايام امتحانات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله خلصنا امتحانات النهارده اخر يوم امتحانات، احمدك يا رب. عايزه اقول لكم الواحد كان مضغوط صحيان بدري، وبصوا بنهاتي كده وبهدله، والعيال داخلين راجعين من الامتحانات شويه يعيطوا وشويه خايفين وقلقانين، وانتوا عارفين الضغط بتاع الامتحانات بقى. فربنا يستر ان شاء الله على النتيجه وينجح اولادنا واولاد المسلمين جميعا يا رب. الحمد لله خلصت، حسيت ان انا فقت ونفسيتي استريحت كده، ما بقتش مضغوطه. اي نعم هنرجع تاني بعد كده، بس بعد يومين 3 كده للصحيان بدري للدروس، لان المدرسين بتوع الدروس بيستغلوا فكرة ان هم العيال واخدين اجازة وبيدوهم الدروس بدري. مع ان طب يعني واخدين اجازة سيبوهم بقى يريحوا شوية، هم طول السنة بيصحوا بدري جدا للمدرسة، فكمان يصحوا والله وبياخدوا دروس قبل المدرسة كمان. ففكرة كمان ان هم يصحوا للدروس في الاجازة بدري، طب ليه الرخامة دي؟ طب ما تخلوها العصر والظهر والاوقات طول النهار اليوم يعني متاح، ليه الصبح بدري قوي يعني؟ انا عن نفسي بتبقى اكتر حاجه بتعصبني، لان خلاص احنا خدنا اجازه فسيبونا نرتاح. يعني يوم الجمعه بيصحوه من الساعه 6 للدروس، 6 و7 و8 و9 على ما العيال يكونوا خلاص بقى اليوم هيبتدي عند ناس تانية وكل العيال هنجوا. فاللي هو يعني بجد الله يكون في عون العيال، وربنا يسيبوه بص يعني يكرمهم كده، ويخلي المدرسين يسيبوهم شويه كده يستريحوا زي ما هم يستريحوا من المدرسه كده شويه، يسيبوهم كده يستريحوا من الدروس. المشكله بس ان الترم التاني مدته قليله جدا وداخل فيه رمضان كمان، والمناهج بتاعته اكبر من الترم الاولاني، فاجباري غصبا عنهم هيبداوا الدروس على طول. فربنا يقويهم بقى ويعينهم على اللي هم فيه. هنا كده كنت فرست خلاص الغسيل، كل واحد هدومه لوحدها، حطيت الفوط والمفارش لوحدها عشان احطها في ضرفه، وجنبي على الشمال الناحيه دي ناحيه الكاميرا هدومي انا لوحدها، وهناك هدوم البنتين، وطبعا على المكتب فوق هدوم ابوهم علشان تكون جنب ضرفتهم. بيني وبينكم قلت ايه، خلينا نقعد في الارض الاول كده، منها نريح من الفرهده اللي كنا فيها دي، ومنها اكون طبقت دول، وبعد كده بقوم اطبق هدوم ابوهم. هي كده كده على المكتب، المهم ان احنا نخلص من الكركبه اللي على الارض دي. قاعده بقى مشغله التلفزيون جنبي، كل شويه ابص عليه، بصراحه بنشجع بعض. عايزه اقول لكم والله موضوع الروتينات ده بتشجع جدا. حطي بس انت الفيديو جنبك كده واسمعيني، هتلاقي نفسك بصي الكسل ده راح، وقمتي اشتغلتي شغلانتك وخلصتي حالك. انا بحاول اجيب لك حاجات في الفيديو تشجعك، اللي هو ايه مثلا ان انت مش بس تدخلي تعملي المكان وخلاص، تدخلي تجيبي حيطان كده وشبابيك وبيبان. احنا داخلين على عيد ان شاء الله قريب، ربنا بس يبلغنا رمضان ان شاء الله يا رب، كلنا لا فاقدين ولا مفقودين اللهم امين. داخلين على رمضان، فالناس بقى هتدخل بصوا في التنظيف بتقلها، فاللي هو عشان ما تبقاش كل حاجه عليكي وتكركبي شغل كتير قوي، والدنيا تبقى مبهدله وتبقي مش عارفه تبداي منين وتعملي ايه. وكمان احنا عايزين الشهر رمضان ده يكون للعباده، مش بس شهر رمضان، يعني خلينا في اللي باقي من شعبان وشهر رجب دول كمان نستغل الظروف ونتعود فيهم على الطاعات، عشان كمان في رمضان نقدر نأدي اكبر كميه من العبادات اللي احنا نقدر نعملها، قراءه قران وصلاه وتراويح وحاجات. فنبقى فاضيين مش مشغولين. يعني انت حاولي على قد ما تقدري كل يوم اعملي حاجه، اعملي حاجه، ده هيسهل عليكي في رمضان وفي غير رمضان في العادي. يعني حتى انت كمان رمضان بيبقى الضغط فيه اكتر عشان عزومات وحاجات، يبقى بيتك نظيف وجاهز لاستقبال الناس في العزومات كده.
تستنيش لاخر اسبوع قبل العيد عشان تروقي. في ناس بتبدا قبل رمضان، وفي ناس بتبدا في رمضان كل يوم حاجه، وفي ناس بتستنى لاخر اسبوع عشان الشقه ما تتوسخش تاني. بس صدقيني لو بداتي كل يوم حاجه، نص حاجه مش حاجه، هتعملي حاجات كتير قوي، لان لسه في مده كتيره جدا على رمضان وعلى العيد. فده يعني اللي تقدري تستفيديه برضو النهارده من الفيديو، ان انت تحاولي تنجزي حالك، ما تستنيش لما الدنيا تتقل عليكي، ان كان في يعني في المواسم والحاجات دي، ولا ان كان في اي شغلانه عليه عندك. برضو ما تسيبيش الحاجه، ما تهملهاش عشان ما تتكركبش. يعني شويه مواعين الحق اغسليهم بسرعه، شويه هدوم انت قاعده في البيت مثلا، او حتى بتشتغلي. لو انت بتشتغلي هيكون بصي ضغط عليكي اكتر لما الحاجه تتكركب، فالحقيها اول باول. ولو انت قاعده في البيت فانت قاعده بجد ما وراكيش حاجه غير ان شغل البيت. هو اي نعم ما هوش شويه، بس انا اقصد ان انت متفرغه له، فحاولي على قد ما تقدري. معاكي بيبي صغنن مثلا، تنيميه تخلصيه الاول، هو تاكليه تشربيه تاخدي بالك منه ومن صحته. واول ما البيبي ينام من هنا قومي بسرعه شوفي حالك وشوفي دنيتك. او انت عايزه مثلا تنامي جنبه شويه نامي، ولما يصحى قوموا انتوا بقى كركبوا وبهدلوا واعملوا كل اللي نفسكم فيه. نضفي، اعملي دوشه، اعملي بتاع، عشان لو خايفه تعملي دوشه وهو نايم او حاجه البيبي. فاللي هو يعني بصي، انتي ادرى بظروفك، بس ما تخليش الدنيا تتكركب، ما تخليش حاجه توقفك. محدش من اللي بره يعرف ظروفك. لو انتي لو انت الدنيا مبهدله عندك وحد دخل عندك مش هيرحمك، هيتكلم، لو مش من قدامك هيتكلم من وراكي. فاللي هو يعني ما تخليش حد يتكلم عليكي، لان ما حدش حد بجد عارف ظروف حد. ما حدش بيدخل يقول الله يكون في عونها، ده غصب عنها بتشتغل، ولا غصب عنها تعبانه، ولا مشغوله، ولا يعني معلش ده معاها عيل صغير. ما فيش حد بيعذر حد، وما فيش حد بيتكلم. والستات اكتر حد بيتكلم على الستات اللي زيهم. ولو ست شملوله وناصحه وشاطره وجميل لازم يطلعوا فيها عيب. لازم مهما تكون نظافتها يبقى بس الدنيا كلها بتشكر في نظافتها، وتيجي تدخل لها واحده كده تقوم طالعه لها زي الدم كده قايله ايه ده مش عارف عندها ايه، ده مش عارف ايه اللي متوسخ ازاي. يا جدعان طب ما هي ماشيه طول عمرها زي الفل، ما جاتش على الحاجه دي، او حاجه ما خدتش بالها منها، ولا غصب عنها اتشغلت عنها، ولا تعبت. فما تخليش حد يقول كلمه ملهاش لازمه. احنا فغينا بصوا، يمكن انت تقولي ما اللي يقولوا وينحرقوا وبتاع، بس بجد يعني يكفي. بصي لما برضو بتبقي كويسة كده، بتفرحي من كلام الناس عليكي حلو، وبيوصلك الكلام زي ما بيوصل للوحش بيوصل للحلو. فلما يوصلك حاجة تبقى حلوة كده وتبقى في وشك. وكمان خصوصا لو عندك بنات، عشان بيقولوا بقى ايه اللي بالقدرة على فمها تطلع البت لأمها. فلما يبقى عندك بنوتة كده يبقوا عارفين ان هي امها شاطرة، وشعلة نشاط كده وناصحة وحلوة كده. يقولوا دي طالعة لأمها، دي مش عارف ايه كده، مش عارفين بقى لو عندك بنت لا دمها مش نضيفة، دي معفنة، دي فيها. فاللي هو ايه بيبقوا خايفين البت تطلع زيها، فليه تعملي سمعة لحد؟ يعني فاهمين انا اقصد ايه؟ فاللي هو ليه احنا هم احسن مننا في ايه؟ محدش احسن مننا في حاجه، واحنا ستات شطار، واحنا بصي خليكي لهلوبه كده وتنصحي كده وروحي وتعالي وحركي في بيتك وخلصي شغلتك وخلي الدنيا كلها. واولهم جوزك يبصم بالعشره ان هو من غيرك ما يعرفش يعيش، وان هم من غيرك مبهدلين، وان هم مش عارف انت اللي بتاكليهم وحاطه ايدك في بقهم، ومن غيرك ما يعرفوش يعملوا ولا يروحوا ولا يجوا، وان انت فاهميني. خليكي كده بصي، اللي جوه البيت قبل اللي بره البيت يشهد لك. وساعدي زي ما قلت لك، ساعدي حماتك لو عايشه وربنا يديها الصحه كده وليها عمر. ربنا يطول في عمرها، ساعديها. والصحه ما بتتوفرش، ما بتتحوش، وما تقولش ما حدش بيطمر فيه. والله بيعرفوا الحلو وبيعرفوا الوحش، وبيعرفوا اللي واقف جنبهم في الشده وفي الازمات. بصي ما حدش بينكر حاجه حلوه انا عملت له. حتى لو ما قالش شكرا قدامك في وشك، بيدعي من وراكي، بيدعي لك، بيقول عليكي كلمه حلوه من وراكي والله. والحلو بيوصل والله العظيم. هنا وقفت برضو احط هدوم جوزي في الدولاب كده، وعدلت الكاميرا ورحت بقى قعدت اوضب، لقيت الكاميرا مش جايه عليا، وحطيت اللي كان فيه هدوم على الارض تحت رجلي، حسيت ان هي طريه عايزه تنشف شويه. وهدوم لقيتها متوسخه برضو جايه في وسط الغسيل. رحت جايه شايلاها بعيد وفرزاها، وابتديت بقى ان انا اطبق هدوم جوزي. لقيت الكاميرا فصلت بقى بصراحه وانا بطبق كده، بس كنت خلصت تطبيق. وقلت بقى خلاص انا خلصت تطبيق، وكنست الاوضه ومسحتها وروقت ولمعت الحيطه والشبابيك والكوبس الكهرباء والتقطوع اللي جنب بتاعه والمرايه والتسريحه وكل حاجه، ما خليتش حاجه. وكمان لقيت مفرش التسريحه كمان كان واقع جنب التسريحه، رحت جايه حاطاه على التسريحه كده ومظبطه الدنيا. دورت عليه فكرت هلاقيه في الغسيل، بعد ما طبقت الغسيل ما لقيتهوش، فببص جنب التسريحه لقيته واقع كده بين التسريحه والكومودينو.
فرُحت جاية بقى حاطاه، وده كان شكل النهائي للأوضة بقى أهوًا، بس هنا الموبايل فصل وأنا جِبت لكم بقى الشكل النهائي للأوضة. أتمنى تقدّري تعبي ومجهودي بلايك وتشتركي في القناة وتستنيني كده إن شاء الله في فيديوهات جاية جديدة. وده كان الشكل النهائي للأوضة وفيديو النهارده، وجودي كانت جات خلاص كده من الحضانة ونامت. ف أتمنى ما أكونش رغيت وصدعتكم، وطمنونا إن شاء الله على نتايج ولادكم قريب إن شاء الله، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله على خير. مع السلامة.